السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي أبطال الصف الأول الثانوي، أبطال البكالوريا، كل سنة وأنتم طيبين. هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله الترم الثاني، وهنبدأ بإذن الله. يلا بينا. هنبدأ بإذن الله النهاردة هنتكلم عن أول درس. بس قبل ما نتكلم عن أول درس، أول 3-4 دقايق هتكلم فيهم أهم 3 دقايق في الترم كله، لأن أنت لازم تعرف منهجك بيتكلم عن إيه. طيب إحنا عندنا 6 دروس. ده اسمه الخليج العربي. ننزل كده بالخريطة وأقول لك هنا شبه الجزيرة العربية، هنا بلاد فلسطين سوريا ولبنان زمان اسمهم فينيقيا، هنا نهر اسمه نهر دجلة، نهر الفرات دي دولة اسمها العراق. ده الدرس الأول والدرس الثاني. بلاد العراق بلاد فينيقيا. الدرس الأول والثاني يعني أول امتحان في امتحان الشهر. يبقى امتحان الشهر بإذن الله والتلت الأولاني من المنهج بلاد العراق بلاد فينيقيا. بعد كده دي اسمها آسيا الصغرى، وده البحر الأسود. تكملته كده ونرجع تاني. دي آسيا الصغرى. آسيا الصغرى بعد كده يبقى اسمها الدولة البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية. بعد كده هيبقى اسمها الدولة العثمانية اللي خدتوها في ثالثة إعدادي. بعد كده النهارده اسمها تركيا. أنا بقى عايز الاسم ده آسيا الصغرى. يبقى آسيا الصغرى اللي هي النهارده تركيا، ده آسيا الصغرى. هنا بقى الدرس الثالث في المنهج بلاد اليونان، والناس دي اسمها الإغريق، حضارة الإغريق. تمام؟ ده الدرس رقم 3. بعد كده في ناس حكموا مصر اسمهم البطالمة. ده الدرس رقم 4. الدرس رقم 5 إيطاليا اللي هي الحضارة الرومانية. الدرس رقم 6 الرومان احتلوا مصر وعملوا درس اسمه هزموا البطالمة، وعملوا درس رقم 6 في المنهج ويبقى اسمه مصر تحت الاحتلال الروماني. يبقى احنا عندنا 6 دروس: حضارة العراق، حضارة فينيقيا، حضارة الإغريق، البطالمة، الرومان، مصر تحت احتلال الرومان. طب ليه الخريطة مهمة؟ الخريطة مهمة في ال6 دروس. لو حفظت الخريطة قوي هتفيدك. يعني مثلا جنب العراق في ناس هنا اسمهم الفرس اللي هم إيران. لما اقول لك ايران احتلت العراق، احتلتها من انهي اتجاه؟ جات لها من اتجاه الشرق. والاسكندر الاكبر احتل العراق، يبقى الاسكندر الاكبر جه من الغرب. لما اقول لك في ناس كون من شبه الجزيره العربيه استوطنوا العراق او سكنوا في العراق، اقول لك دول جم من السهول الجنوبيه، يعني من الارض الجنوبيه. فلازم تبقى عارف العلاقه. لما الدرس الثاني هشرح لك الاغريق. اول ناس احتلوا الاغريق العراق، فاقول لك ده العراق جم للاغريق من الشرق. طب الاغريق دول العراق احتلت فينيقيا من الشرق. طب الفينيقيين دول عملوا مدينه هنا اسمها قرطاجه، يبقى الفينيقيين مشوا في اتجاه الغرب. تمام؟ ده لازم تبقى عارف الاتجاهات. يعني دي علاقه مصر ببلاد البطالمه، يبقى البطالمه في شمالها بلاد الاغريق. فلازم تبقى حافظ الخريطه قوي. الخريطه مهمه قوي والدروس اللي علينا. نبدأ مع بعض في الدرس ويلا. هنتكلم عن حضارة العراق، ولما اتكلم عن حضارة العراق اقول حضارة ما بين النهرين اللي هو نهر دجلة والفرات. يبقى الارض الخصبة اللي ما بين نهرين دجلة والفرات هو ده حضارة العراق. فممكن نقول حضارة ما بين النهرين او حضارة الرافدين، رافد ورافد يعني نهر ونهر، او ارض النهر وارض النهر، او حضارة العراق. حضارة العراق عندها حاجتين: عندها أنهار، يعني عندها أرض خصبة وعندها مية. الأرض الخصبة ومية علمتني الزراعة، الزراعة علمني الاستقرار، الاستقرار عملت في الترم الأول كلمة اسمها حضارة. رقم 2 موقع متميز. موقعهم المتميز خلاهم يتصلوا مع الدول المجاورة، أدى إلى التواصل. يبقى تشبه مصر في حاجتين: تشبه مصر في الأنهار وتشبه مصر في الموقع المتميز. طيب العراق تاريخها هقول لك حضارة العراق، هتكلم عن حضارة العراق وبعد كده اقول لك جم احتلها الفرس. يبقى اول ناس احتلوا العراق الفرس. الفرس يا مستر جم من اتجاه شرق العراق، جم من الشرق، جايين لي من الشرق. يبقى الفرس اول احتلال جالي من اتجاه الشرق. بعد كده جه واحد اسمه الاسكندر الاكبر احتل العراق. بعد الاسكندر الاكبر جم ناس اسمهم السلوقيين. السلوقيين دول قائد كان شغال عند الاسكندر الاكبر، ولما الاسكندر الاكبر مات
اتقسم الملك بتاعه، فواحد من اسمه سلوكيوس خد العراق وفينيقيا، وابنه اسمه سلوكيوس الثاني، سلوكيوس الثالث، فعملوا حضاره اسمها السلوقيين او السلوقيين. تمام؟ دي بالنسبه للسلوقيين. يبقى السلوقيين برضو من الاغريق او من الغرب. بعد كده جه احتلها الرومان، ضربوا السلوقيين واحتلوا العراق. بعد كده جم الفرس ضربوا الرومان واحتلوا العراق. ثم جه الفتح الاسلامي فتح العراق. يبقى اول احتلال العراق جه من اتجاه الشرق اللي هم الفرس، بعد كده الاسكندر من الغرب، بعد كده السلوقيين من الغرب، بعد كده الرومان من الغرب، بعد كده الفرس جم من الشرق، بعد كده الفتح الاسلامي جه من الجنوب. ادي حضاره العراق. انا بقى هتكلم عن العراق قبل احتلال الفرس، يعني هتكلم عن حضاره العراق قبل الفرس ما يجوا، ونتكلم كده خريطه ونبدا ونقول ادي تاريخ العراق. بدات العراق من 4000 سنه زي مصر كده تقريبا بالظبط. من 4000 سنه لغايه 538 التاريخ بيقل، يعني ال 3500 سنه اللي شويه دول تاريخ العراق، هو ده اللي احنا هنشرحه. 3500 سنه دول. بعد كده احتلها الفرس. بعد الفرس التاريخ بيقل، بعد الفرس 330 قبل الميلاد احتلها الاسكندر. بعد الاسكندر السلوقيين. بعد السلوقيين جم الفرس تاني. بعد الفرس كل ده قبل الميلاد. بص التاريخ عمال كبير بيقل بيقل بيقل، وبعد كده نكتب هنا سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى كده بعد سيدنا عيسى، ميلاد سيدنا عيسى، يبقى بعد الميلاد يبقى التاريخ يبدأ يزيد. 632 جم العرب المسلمين فتحوا العراق، وده قصة تاريخ العراق. أنا هاخد الفترة دي اللي أنا هشرحها دلوقتي، يلا بينا مع بعض. أول حاجة هتكلم عنها الدويلات السومرية. بعد كده الآكاديين. بعد كده هتكلم عن بابل القديمة. بعد كده هتكلم عن الحضارة الآشورية، الآشوريين. بعد كده هتكلم عن بابل الحديثة. ولما اتكلم عن بابل الحديثة هقول عليهم الاسم ده مهم قوي، الكلدانيين او الحضارة الكلدانية. بابل الحديثة هي الكلدانية. دول الفترة التاريخية بتاعة العراق. واول حاجة هنبدأ بيها السومريين. ولما نيجي نتكلم عن السومريين هقول لك السومريين كانوا عبارة عن دويلات مدن. يعني ايه كلمة دويلات مدن؟ كلمة دويلة تصغير كلمة دولة. دويلة يعني دولة صغيرة، كل دويلة ليها حاكم، كل دويلة ليها جيش، كل دويلة ليها معبود. يبقى كل دويلة على فكرة، يبقى الدويلات دي كلمة اسمها لا مركزية. لما الملك يوحد البلاد وتبقى دولة واحدة دي بقى اسمها دولة مركزية أو حكومة مركزية. فالعراق كانت السومريين كانوا عبارة عن دويلات. طبعا الدويلات دي عاشوا مع بعض في سلام، زي دويلة اسمها سومر، اور، لاجش. سومر، اور، لاجش. الدويلات دي عاشوا في سلام، بعد كده دخلوا حرب. الحرب أدت إلى سقوط الدويلات السومرية، الحضارة السومرية. يبقى هنا سقطوا، ده سؤال مهم قوي، أقول له سقطوا بسبب الصراعات الداخلية. طيب هنا دي الدويلات السومرية. في نفس التوقيت اللي كان عايش فيه السومريين جم ناس اسمهم الآكاديين. الأكاديين دول عاصمتهم أكاد. أكاد أكون مبسوط. أكاد عاصمة الأكاديين. الأكاديين دول سكنوا في وسط العراق. يبقى احنا لما اتكلمنا عن السومريين ورسمنا خريطة كده خليج العربي وقلت لك ده نهر دجلة وده نهر الفرات. السومريين كانوا في دي العراق. السومريين كانوا في جنوب العراق ملتقى النهرين بين نهر دجلة والفرات. الأكاديين بقى سكنوا في النص، بس الأكاديين أصلهم مش من العراق، دول ناس جم من شبه الجزيرة العربية. يبقى لما أجي أتكلم على الأكاديين أقول لك الأكاديين جايين من شبه، الكلمة دي مهمة قوي، الجزيرة العربية.
أشهر ملك من ملوك الأكاديين كان هو الملك اللي اسم حفظه مهم، سرجون الأول. الملك سرجون الأول، سرجون الأول وحد البلاد، يشبه الملك مينا أو الملك نعرمر، يشبه الملك مينا في توحيد البلاد. ممكن يجي يقول لك قام الملك مينا سنة 3200 بتوحيد البلاد وعمل حكومة مركزية في مصر، يشبه مين في العراق؟ أقول له سرجوني الأول. بس سرجوني الأول وحد البلاد، أصلهم من شبه الجزيرة العربية. بعد سرجوني الأول جم حكام ضعاف، حكام أقوياء، 4 حكام أقوياء، ثم جم حكام ضعاف فسقطت العراق. يبقى سقطت الحضارة الأكادية، أقوله بسبب ضعف الحكام. يبقى أول حضارة اللي هم السومريين سقطوا بسبب الحروب الداخلية، الأكاديين سقطوا بسبب ضعف الحكام. نخش بقى على بابل القديمة. البابليين عاصمتهم بابل، الملك بتاعهم اسمه حمورابي، افتكرها بحمورابي، حمورابي، حمورابي مهم، حمورابي مهم. الملك حمورابي عمل قوانين، الله، يعني سلطة تشريعية، يشبه في مصر الملك، يلا معايا، حور محب. الله عليكم. القوانين دي كانت جميلة قوي. القوانين دي 282 قانون. القوانين دي كانت حلوة قوي. الملك حمورابي كان بيبني معبد وسماه معبد الإله مردوخ. افتكر الكلمة دي، يبقى هو بنى معبد للإله مردوخ، عشان لما يجي سؤال يقول لك لم يكن حمورابي تشريعات فقط، دلل الأعمال التانية، له أعمال أخرى. أقول له بنى معبد للإله مردوخ، بنى معبد للإله مردوخ. حمورابي عمل نحتاية كده، حجر ديوريت اسود، الحجر ده رسم عليه كرسي وحط على الكرسي او نحت عليه كرسي وحط على الكرسي رسمة للإله بتاعه، وهو واقف بياخد القوانين، بياخد القوانين من الإله. وقال لك القوانين دي واخدها من الإله شمش. ممكن تحط ميم ويبقى مشمش، وتشيل الميم يبقى شمش، يبقى واخدها من الإله شمش، الإله شمش. دي قوانين حمورابي. القوانين دي 182 قانون، احنا عندنا منهم 6. يعاقب اللي يخطف الأطفال. يبقى لما اجي اقول لك القوانين، اول ناس طلبوا حق الطفل اقول له بابل القديمة، دول اول ناس اتكلموا بحق الطفل. يعاقب من يضرب اباه، يعاقب من يشهد زور في قضية جنائية، يعاقب الدكتور اللي يعمل عملية والمريض يموت، يبقى دكتور يجري عملية والمريض يموت. يعاقب مهندس، يعني يعاقب اللي بيبني بيت والبيت بيقع على ناس ويموتوا. يعني القوانين ديت بتتكلم عن حقوق الإنسان. القوانين دي بتتكلم عن الضمير. لما اجي اقول لك طبيب عمل عملية والمريض مات يبقى طبيب مهمل، او مهندس بنى عمارة والعمارة اتهدت والناس ماتت اللي ساكنين فيها يبقى بيغش في الأساسات. يبقى دي قوانين حمورابي. يعاقب الحرامي السرقة، يعاقب اللي يضرب أبوه يضرب أباه، يعاقب اللي يخطف الأطفال، يعاقب اللي يبني بيت ويقع ويموت على الناس، يعاقب اللي يشهد زور، يعاقب اللي يعمل عملية والمريض يموت. دي قوانين حمورابي. طيب ده بالنسبة لحمورابي. حمورابي أول واحد عمل إمبراطورية وصل للبحر المتوسط. نخش بقى على الآشوريين. الآشوريين هناخد ملكين مش ملك واحد. أول ملك هنتكلم عنه سرجون الثاني وابنه سنحريب. سرجون الأول برضو عمل إمبراطورية، برضو وصل إلى البحر المتوسط. الملك سرجون الثاني، الآشوريين أصلهم من شبه الجزيرة العربية.
عمل امبراطورية، عمل جيش قوي 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 قوي. الله، يبقى الآشوريين عندهم جيش قوي، بس عندهم حاجة وحشة قوي 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 قوي، وهي الظلم وإهمال حقوق الرعاية، حقوق الشعب، مفيش عدل. دول الآشوريين، عاصمتهم آشور. مات سرجوني الثاني، وخد بالك مفيش قرابة بين سرجوني الأول وسرجوني الثاني، ده في بينهم أكتر من 1150 سنة، فالاتنين ما يعرفوش بعض، مش قرايب. طب الاتنين يشتركوا في حاجة، حد يقولها ويكون شاطر. الله، الأصل العرقي، الاتنين أصلهم من الجزيرة العربية. ده بالنسبة للملك سرجوني الأول. خلف ملك وحش. علينا سؤال لي في التقييمات، أقول لك ملك متناقض. الملك المتناقض سنحريب. ليه يا مستر متناقض؟ قال لي الملك المتناقض يعني بيعمل الشيء وعكسه. طب عمل ايه حلو؟ قال لي بنى مدينة اسمها نينوي. نينوى ده مدينة بناها سنحريب. طيب حاجة حلوة، وراح هد بابل. يا عم ايه اللي انت بتعمله ده؟ يبقى انت بتعمل حاجة اسمها تعمير وتخريب. يبقى سنحريب بنى وهد، عمر وخرب، ده ينطبق على سنحريب. يعني ممكن يقولك مثلا ايه، مش يعني مش عشان تثبت ان انت انسان كويس تبوظ اعمال الاخرين، ينطبق الكلام ده على، اقول له سنحريب. يعني مثال مثلا مدرس الحمد لله كويس، معقول يعني، مش عشان افهمك اقول اثبت لك ان انا شاطر قوي اقول لك ايه المدرس ده مش عارف ايه، المدرس ده كان ايه، المدرس ده اصله ايه. مش شرط، مش شرط عشان تبقى كويس تبوظ الاخرين. انت طالب شاطر ما شاء الله، مش شرط عشان تبقى شاطر تفضل مشخبط على ورقه صحابك. لا، مش شرط عشان تبقى كويس تبوظ اعمال الاخرين. ينطبق الكلام ده على سنحريب. وسقطت الدولة الآشورية بسبب الظلم. الآشوريين دول ظلمة قوي، من كتر ظلمهم سقطت الدولة. يبقى القوة وحدها ما بتحمكش، القوة وحدها ما بتحافظش على الدولة، لازم يبقى في كلمة اسمها العدل أو الحكمة في الإدارة. سقطت الدولة الآشورية، الآشوريين، وجم بعديهم بابل الحديثة وعاصمتها بابل. دول بقى ليهم اسم داني، والاسم ده مهم قوي 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 قوي. الناس دي اسمهم الكلدانيين او الحضاره الكلدانيه. الكلدانيين دول اشهر ملك هنتكلم عنه اسمه نبوخذ نصر الثاني. ده وصل الى البحر المتوسط. نبوخذ نصر الثاني والاكاديين اصلهم من شبه الجزيرة العربية. بعد الملك نبوخذ نصر الثاني جم ملوك ضعاف فسقطت الدولة الكلدانية. هسأل سؤال، سقطت الدولة الكلدانية بسبب ضعف الحكام ولا الغزو الخارجي؟ هتجاوبني وتقول لي الاتنين. الفرس احتلوهم، يبقى الغزو الخارجي لو جات لي في الاختيارات اختارها، لو ضعف الحكام جات لي اختارها. طب ينفع يجيب لي الاثنين مع بعض؟ لا، هو بيجيب لك واحده بس، يعني هو اصلا مش بيحيرك. ناخد بقى الخلاصه كلها في 3 دقائق. الخلاصه كلها، احنا عندنا الدويلات السومريه ما عندناش اي حاكم، لان الدويلات السومريه دول دويلات في بينهم صراع وما عندهمش وحده سياسيه. اول واحد عمل وحده سياسيه سرجوني الاول من الاكاديين. الأكاديين دول أصلهم من شبه الجزيرة العربية. طيب يبقى كده الأكاديين والآشوريين والبابليين من شبه الجزيرة العربية، يتشابهوا في الأصل العرقي. الأكاديين، الآشوريين، الكلدانيين أصلهم واحد من شبه الجزيرة العربية. طيب أول واحد وحد البلاد سرجوني الأول. طب اللي عمل إمبراطورية حمورابي بابل القديمة. الآشوريين سرجوني الاول وابنه سنحريب. الكلدانيين نبوخذ نصر الثاني. يبقى اللي وصل للبحر المتوسط اللي عمل امبراطوريه 1 2 3، اللي من اصل واحد الاكاديين، الاشوريين، الكلدانيين اصلهم من شبه الجزيره العربيه. عندنا في الدرس ده 5 ملوك، سرجوني الاول
وحد البلاد يشبه الملك مينا. حمورابي عمل قوانين وبنى معبد للإله مردوخ وعمل قوانين يبقى يشبه حور محب في مصر. الملك سرجون الثاني عمل امبراطورية ووصل البحر المتوسط بس في الدولة الأشورية وظالم. ابنه متناقض سنحريب، الشيء وعكسه، خرب عمر، خرب بابل عمر نينوي. الكلدانيين هتكلم عن الملك بتاعهم نبوخذ نصر الثاني، عمل امبراطورية وصل البحر المتوسط. يبقى كده اللي جايين من شبه الجزيرة العربية الأكاديين، الآشوريين، الكلدانيين. اللي وصل البحر المتوسط البابليين القدام والبابليين الحداث اللي هي نبوخذ نصر الثاني والآشوريين. ده بالنسبة لدرسنا، نتقابل إن شاء الله في الجزء الثاني. سلام ورمضان كريم. باي حبيبي.